إلى جانب أنه يعد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم اليوم، فإن حكيم زياش شاب يعرف كثيرا كيف يعيش حياته باستمتاع مع كثير من الرفاهية والترف. فهل تساءلت يوما كيف يعيش حكيم زياش حياته؟ في هذا الفيديو سوف نكتشف معا تلك الحياة الفاخرة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على الجرس ليصلك كل جديد. نشأ حكيم زياش في أسرة فقيرة مكونة من 11 فردا في أحد ضواحي دورانتن بهولندا عام 1993. تعرض البطل في طفولته لفقدان والده مما جعله يعيش فترة من الألم والاكتئاب، وزادت معاناة زياش بعد تعرض أحد أشقائه للسجن بتهمة السرقة مما جعله يتأثر نفسيا ويصير أكثر عدوانية وأقبل على تعاطي المخدرات، وقد كاد أن يدمر مستقبله لولا تدخل اللاعب عزيز ذو الفقار الذي أنقذه من الإدمان وأعاده لتدريبات، فقدم له العون وساعده للالتحاق بأكاديمية نادي هيرنفين عام 2007. بدأ بعدها نجم البطل حكيم في التألق، حيث كانت تلك الخطوة الأكثر أهمية التي ساعدت حكيم على الانتقال لصفوف فريق تيفنتي في صيف عام 2014، والذي سجل معه 30 هدفا عبر المشاركة في 68 مباراة قبل الانضمام لعملاق الكرة الهولندية آياكس في عام 2016. ولقد كانت هذه التجربة انطلاقة النجم المغربي إلى النجومية، حيث تألق بشكل مبهر مع آياكس مما جذب له اهتمام المنتخب الهولندي الذي أراد الاستعانة بخدمات الأسد المغربية. وبالرغم من الضغوطات التي تعرض لها إلا أنه اختار تمثيل المنتخب المغربي على حساب الهولندي. وحقق زياش أقوى مفاجأة، حيث قاد أسود المغرب للتأهل لمونديال روسيا 2018 بينما غابت عنه هولندا. ورغم انتقاله لفريق تشيلسي الإنجليزي عام 2020 بعقد لمدة 5 سنوات بقيمة مالية تقدر ب45 مليون دولار، فقد قام حكيم زياش بشراء قصرا كبيرا في قرية فينكيفن التي تعد من أفضل المناطق السياحية في هولندا، وقد انصدم الجميع من فخامته، حيث بلغت قيمة هذا القصر حوالي 4 مليون يورو، وتبلغ مساحته المبنية 565 مترا مربعا ويضم 15 غرفة. ويطل قصر زياش على نهر أمستر الشهير الذي يقع على ضفاف أحد أنهار أمستردام، ويوجد به مرأف خاص للقارب الذي يتم استعماله للقيام بجولات في النهر، كما يوجد به حمام سباحة داخلي وخارجي، فضلا عن جراج سيارات كبير يتسع ل3 سيارات. والقصر به أيضا حديقة شاسعة للغاية تسمح للاعب بالتدرب فيها كلما سمحت الظروف بذلك. كما دخل الأسد المغربي حكيم زياش عالم السيارات الفارهة، حيث امتلك عدة سيارات على رأسها السيارة مرسيدس الرياضية كوبي جيل 360 ويقدر سعرها ب223 ألف يورو. تتمتع بتصميم شرس وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة. كما أنه امتلك سيارة بنتلي كونتيننتال جي في 8 الفاخرة والتي تصل سرعتها القصوى إلى 290 كيلومتر في الساعة. لم يكتف زياش بهذا، ولكنه دخل أيضا لعالم العطاء والإنسانية، فتم قبوله للعمل كسفير في مشروع لمركز سويب المتخصص في رعاية الأطفال، حيث دعاهم إلى مباراة فريقه السابق تيفنتي الهولندي، وحكى للأطفال عن طفولته الصعبة قبل نجاحه إلى العالمية. واستمر النجم المغربي في عطائه ودعمه الإنساني، حيث أكدت عدة تقارير صحفية أن حكيم ووالدته قاموا بالتبرع بمبلغ 200 مليون سنتيم من أجل مرضى السرطان في إحدى الجمعيات في المغرب. وبالرغم من أن طريق زياش لم تكن مفروشة بالورود، حيث عانى كثيرا الأسد المغربي لكي يصل إلى النجومية وتخطى عقبات كبيرة، إلا أنها لم تمنعه قط عن تحقيق هدفه والوصول إلى ما عليه الآن. نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وعمل متابعة للقناة والتعليق أسفل الفيديو باقتراحات لمقاطع فيديو أخرى ترغبون في مشاهدتها، وسوف نسعى جاهدين لتقديمها لكم. نراكم على خير في الفيديوهات القادمة.